اليوم غادي نكونوا تندوروا. دابا اللي غادي يبان لينا غادي يربح معنا 500 درهم. حنا غادي زيد يجي معاك. شنو هو؟ شوفوا هذا الميكانيك هذا دابا الميكانيك هذا ولاد. عرفتي غنشوفوا هذا صاحبي. السلام عليكم. السلام عليكم. كي داير خويا؟ بخير الله يحفظك. الحمد لله. تجاوب تربح 500 درهم. 500 درهم كاع. مزيان هذه. ها ناضي مزيان. مرحبا. صعيبه واحد باش يصورها في النهار. مرحبا. اسئله فاش يعني دينيه. مرحبا. ناضي. شكون هو الصحابي اللي كان ملقب بسيف الله؟ سيف الله المسلول. المسلول. خالد بن الوليد. تبارك الله. الله يحفظك. تعطيني ال1000 درهم. لا نضحك. ليش نسولك واحد السؤال اللي ساهل تنسولو ديجا الناس؟ اطول سوره في القران؟ البقره. صافي تناضي. واش حافظ القران؟ شويه الحمد لله. وي تقدر تعطينا ما تيسر من القران الكريم؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. تبارك الله عليك. تبارك الله عليك يا أخي. تبارك الله عليك. حافظ تبارك الله القرآن. الحمد لله 20 حزب. الله يبارك. تبارك الله. إخوانا صدمنا. هذا الأخ سالي صاحبنا عشيرنا. إخوان غادي نعرفكم على خويا سالم. هذا فيديو فقط تمثيلي. خويا سالم عرف الناس كثر عليك خويا. الاسم سليم التومي من مدينة الدار البيضاء. أعيش بالديار التايلاندية تقريبا منذ 10 سنوات. كنت لاعب كرة محترف سابقا في الدوري التايلاندي، كذلك إمام مسجد المتقين في بانكوك وعدة مساجد في رمضان، وكذلك كنقوم بعدة أعمال أخرى منها التمثيل، التسويق، منها التجارة، مدرب كذلك، مدرب كرة القدم ويعني التربية البدنية سابقا في الديار الصينية والحمد لله. بارك الله. الله يبارك. حنا راه تنتواجدوا الان في حي مولاي عبد الله. تحيه ولاد الاناره عين الشوق. بغينا نعرفوكم اكثر على خويا سالم اللي صراحه انا تعرفت عليك فين؟ تعرفت عليك في المطار. لا غادي لقطر. واش القطر وانا لا مشيت وابقى. ولكن بقات بينا الصداقه جا وتلاقينا وتبارك الله. لك معرفة الرجال كنوز. هذاك الشيء اللي كاين وصوته تبارك الله زوين وعجبني وقلت لي لا والو خصنا نبارطاجيوه مع الناس. خويا سالم تبارك الله عليك الصراحه. دابا حاليا انت غير سياحه في المغرب؟ سياحه هنا ولا لا؟ جيت نشوف الوالده. ترى وليتي سياحه. سياحه. جيت نشوف الوالده. يلاه جينا من قطر الحمد لله، دازت الامور طيبه. جينا عاوتاني للمغرب نشوف الوالده وان شاء الله الشهر الجاي غنرجع لتايلاند باذن الله. شنو الرساله اللي تبغي تقول للشباب اللي تيبغيو يحفظوا القران او الشباب اللي تيبغيو يمشيو يهاجروا ديار مثلا بحال تايلاند؟ واش كاين شي خدمه، كاين شي حاجه، شي بلان؟ اول حاجه القران خاص يعرف اي مسلم واي شاب واي يعني واحد خاص يعرف ان العزه تاعو هي الاسلام، كما قال عمر بن الخطاب
كنا أذلة فأعزنا الله بالإسلام، فمن يبتغي العزة من غير الإسلام أذله الله. يعني راه العزة ديالك والكرامة ديالك راه كتبدا من الدين ديالك، واخا تكون إنسان عاصي كدير منكرات كدير معاصي، ولكن ديما خصك تكون تابع، يعني تكون عندك واحد الرغبة وواحد الحب للدين ديالك، فهمتيني؟ هذه أول حاجة. ثاني حاجة تايلاند هي كما كيعرف الجميع هو بلد سياحي، يعني بلد سياحي، ما يعني عندهم اكتفاء الذاتي يعني في الناس اللي كتخدم، ولكن كاينين هناك بعض الخصاصات يعني اللي كيبغيو فيها اجانب، مثلا استاذ انجليزيه او تشتغل في فندق مثلا 5 نجوم. كاينين يعني الواحد خاص غير يدخل لجوجل اللي بغى يخدم في تايلاند ويقلب يدير مثلا تايلاند جوبز، ويدخل لجوجل ويبحث على كاينين مغاربه تما؟ كاينين ولكن فئه قليله، يعني ماشي بحال اوروبا ولا كاينين دابا ولا التوجه تاع المغاربه، اكثريه تاع المغاربه دابا كيروحوا لتايلاند الاسيا وخصوصا تايلاند دابا. تزيدنا شي بركه خويا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. جزاك الله خير، تبارك الله عليك، تبارك الله عليها الاخوان. تشكرك اخويا سليم بزاف على هاد الوقيته اللي عطيتينا بزاف انت، وهذا البورتري خفيف اللي درنا صورنا باش تعرفوا لكم. عانك الله ووفقك الله في الدنيا والاخره، امين. وهذا الشيء اللي كدير راه مزيان بزاف، غتفيد به الشباب المسلم والشباب المغربي، لان كتعرف الان كثرت يعني فيديوهات يعني لا قيمه لها، فهمتيني؟ تفاهه قوات، وخصك تعرف على ان الحق يغلب الباطل، يعني اذا كثر الباطل خصنا حنا نكثروا من الحق، وهذا الشيء اللي كدير جعله الله في ميزان حسناتك. امين يا رب. وكمل الحمد لله في الطريق، راه اقسم بالله بارك الله الله فيك. عز وجل اعطيك النور سبحانه وتعالى. شكرا بارك الله فيك. الاخوان كما تشوفوا معايا تنشكر خويا سليم بزاف، الله يجازيه بخير والسلام عليكم. السلام عليكم.